السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا النهارده في فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات مطبخ رودي على اليوتيوب. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض نوع من الحلويات التركيه، طعمها بجد في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم الحلويات دي انا كنت اول مره اعملها وبصراحه عجبتني جدا. حلوه جميله، مقاديرها سهله وبسيطه واقتصاديه على الاخر. ان شاء الله المقادير هتكون متوفره عندك في البيت، يعني مش هتجيبي اي حاجه من بره. قلت أشاركها معاكم النهاردة ونعملها النهاردة مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة. يلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف هنعمل ايه. في البداية بقى كده علشان أحضر الشربات اللي أنا هسقي بيه الحلوى دي، عندي كوبايتين من السكر، هضيف لهم كوبايتين من المية وعصرة نص ليمونة وشوية فانيليا. يبقى الشربات بتاعنا عبارة عن كوبايتين سكر، كوبايتين مية، عصرة نص ليمونة وشوية فانيليا. تمام كده. هرفع بقى الشربات ده على نار متوسطة لحد ما يغلي. انا عايزاه خفيف زي شربات البسبوسة كده، مش عايزاه تقيل خالص. يعني هيغلي غلوتين تلاتة وبعدين هشيله خالص من على النار. الشربات ده علشان اسقي بيه الحلوى دي بيكون بارد. تمام، يعني الحلوى بتكون طالعة من الفرن والشربات بيكون بارد. خلاص بعد ما غلي معانا وبقى جاهز هركنه بقى على جنب، وهبدأ ان انا اجهز الحلوى دي. عندي نص كوباية من السمنة او الزبدة، ونص كوباية من السكر البودرة، وبيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ. تمام، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا، ورشة ملح صغيرة جدا. شايفين المقادير قد ايه سهلة؟ يبقى نص كوباية من السمنة ونص كوباية من السكر وبيضة ونص معلقة صغيرة من الفانيليا ورشة ملح. هقلبهم كويس مع بعض لحد ما السكر يدوب تماما ويبقى لونه فاتح بالشكل ده. بعد كده بقى عندي نص كوباية من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة او دقيق السامولينا. تمام، هضيفهم كده على البيض والسمنة، وهبدأ برضو ان انا اخلط لحد ما يندمجوا كويس. وبعد كده عندي نص كوباية من السوداني المجروش، انا طحنته شوية في الكبة، ما تنعمهوش قوي. تمام، بعد كده ضفت النص كوباية على الخليط اللي انا عملته ده، وهبدأ برضو ان انا اقلب لحد ما كل المكونات دي تندمج كويس مع بعضها. عايزة اقولك السوداني مع الحلوى دي بيدي طعم بجد رهيب. بعد كده بقى عندي كوبايتين ونص من الدقيق، انا عايرت كوبايتين ونص بس مش هضيفهم كلهم. انا هضيف نص الكمية كده وهضيف معاهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام، يبقى عايرت كوبايتين ونص من الدقيق وطبعا نخلتهم كويس. وهضيف ما تضيفيش الدقيق كله مرة واحدة، ضيفيه بالتدريج. تمام، انا هقول لكم دلوقتي في الاخر هي اخدت معايا قد ايه دقيق، وكمان هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. خلاص كده هبدأ بقى ان انا اعجن بايديا كده علشان اتأكد كده واشوف العجينة محتاجة دقيق تاني ولا لا. هنا بعد ما عجنت العجينة حسيت ان هي لسه عايزة دقيق كمان، فضفت شوية من الدقيق وبرضو بدأت ان انا اعجن. زي ما قلتلك ما تضيفيش الدقيق كله مرة واحدة، عايري كوبايتين ونص وضيفيهم بالتدريج. تمام، خلاص هنا كده العجينة بقت جاهزة معايا، وده القوام بتاعها. شايفين؟ هو كده تمام جدا. دول بقى اللي فاضوا من الكوبايتين ونص، يعني احنا لو جينا حسبناها كده هنلاقي ان العجينة دي اخدت كوبايتين بس من الدقيق. يعني كوبايتين من الدقيق بس. طبعا انتي كل دقيق بيختلف من نوع للتاني، في دقيق بيبقى للسوائل ودقيق لأ. هاخد بقى العجينة كده بعد ما عجنتها خلاص، هقسمها كده لأربع قطع علشان أعرف أشكلها. طبعا التشكيل ده براحتك، حابة تشكلي زي ما أنا شكلت كده الحلوى دي تمام، حابة تعملي أشكال بقى من دماغك انتي، حاجات انتي حباها غير كده برضو اللي يريحك. أنا هاخد كل قطعة كده بعد ما قسمتها لأربع قطع، هاخد كل قطعة وهبدأ إن أنا ألفها رول.
هلفها طبعا رول، يعني حاولي انك تخلي الرول بتاعك متساوي، ما تخليش حتة تخينة وحتة رفيعة علشان تستوي كلها، يعني تاخد سوا مظبوط معاكي في الفرن. بعد ما عملت اول رول هعمل تاني قطعة برضو رول زي الاولاني، وهشكل باقي الكمية بنفس الطريقة اللي احنا شفناها دي. خلاص هنا انا خلصت كل كمية العجين اللي معايا، اخدتهم كده وسويتهم بالشكل ده، وبسكينة بقى او قطاعة، وابدأ ان انا اقطعهم طبعا يعني قطع متساوية كده قد بعضهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، علشان زي ما قلتلك طبعا هو بيدخل يعني الحلوى دي بتدخل الفرن كلها مرة واحدة، فعلشان تاخد تسوية كلها زي بعضها، ما تبقاش واحدة مستوية قوي والتانية لأ. بعد ما قطعتها بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو، اخر بقى اللي هي الحتت الزيادة دي مش هرميها، انا هكورها وهعملها برضو بنفس الشكل. خلاص، في صاج بقى اللي انا هدخله الفرن او الصينية، مش هدهنها لا سمنة ولا زبدة ولا اي حاجة خالص، ما تقلقيش مش هتلزق منك ولا اي حاجة. وهبدأ ان انا بقى ارص فيها الحلوى دي، وبعد كده هدخلها الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 200، مش هقولك وقت معين، انت بقى راقبيها، لان كل فرن بيختلف من نوع للتاني. اول ما هتحسي ان هي اخدت لون حلو كده من تحت، هتبدأي ان انت تولعي عليها الشواية تاخد لون برضو ذهبي من فوق، وخلاص كده بتبقى جاهزة معاكي. بظبطها بس كده الاول على ايديا، وبعدين برصها في الصاج. خلاص اهو خلصت كل الكمية اهو، هدخلها بقى الفرن زي ما قلتلكوا على الرف الوسطاني لحد ما تاخد لون من تحت، وبعدين هشغل عليها الشواية على درجة حرارة 200. خلاص بعد ما بتخرج بقى من الفرن بتبقى بالشكل ده. طبعا بنسقيها بالشربات على طول، معلش بقى الكاميرا فصلت في الوقت ده فما صورتش الحتة اللي انا بسقي فيها، بسقيها بالشربات. فانت اول ما بتخرج من الفرن على طول بتكون هي سخنة زي البسبوسة كده، بس البسبوسة بنسقيها والشربات بتاعها بيكون سخن، لا دي بتبقى لسه خارجة من الفرن سخنة والشربات بتاعها بيكون بارد. بنسقيها على طول بالشربات وبنسيبها حوالي 5 دقايق او 10 دقايق، وبعدين بنقلبها على الجنب التاني برضو تتشرب من الشربات كويس، وبعدين بقى بنقدمها كده في طبق التقديم. وبتزينيها بقى بأي حاجة، حابة تزينيها بسوداني، حابة تزينيها مثلا بشوية من الفستق زي ما أنا عاملة كده، أو شوية من الجوز الهند، براحتك خالص، طبعا التزيين ده على حسب راحتك. شايفين بقى الحلوى بتاعتنا من جوه قد ايه متشربة بالعسل كويس، طعمها بجد في منتهى الجمال. متأكدة ان انت هتعمليها بجد هتأدمنيها، طعمها حلو جدا، وصفة سهلة ومقادير سهلة جدا وبسيطة. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات جاية كتير. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.